لا هو انا قصته في الزيت، فانا مش عارفه انا عندي حق ولا انا اوفر مثلا، فلازم طبعا اقول لحد. انتوا الحد قولوا بقى رايكم. دلوقتي يا جماعه في واحده عروسه بتجهز وكده، فبعدين اللي حصل قالت انا عايزه مساعده. طبعا عادي، والمال مال الله وكلنا واقفين جنب بعض وبنساعد بعض وكل حاجه. بس دلوقتي المشكله انها يعني انا مش هقول حاجه، مش هقول يعني مسميات، بس هقول اللي حصل يعني وخلاص. محتاجه حاجات، انا حاسه انها اوفر يعني، حاجات يا جماعه مش هينفع يعني، هي مش في معظم بيوتنا. فهو المال مال الله يعني عادي، وكله بيساعد غيره وفي تكافل وفي كل حاجه، بس بالعقل. يعني غيرك عايز، انت لما مثلا تساعد 2 ولا تساعد 10 مثلا، اعتقد 10. بص انا مش هقول رأيي، خلاص. المهم يعني عايزة حاجات. هقول لكم امثلة مثلا. يعني مثلا عايزة غسالة اطباق، عايزة وطي الصوت بس شوية بعد اذنك، عايزة قولي لها الصوت، عايزة مثلا القلاية، عايزة اقول لكم ايه يعني، حاجة انا هتكسف اقولها يعني. عايزة بلاش اقول، بس اديكوا فهمتوا. هقوله خلاص ولا ايه؟ شاشتين انا مش. وبعدين شرط اساسي تكون كبيرة، يعني كبيرة بقى 60 كده. فانا مش عارفة، انا قلت رأيي ساعتها بس في ناس زعلت مني، فانا محتاجة دلوقتي رأي حد. انا محتاجة رأي حد، لو الدين، لو رأي الدين، رأي الحالة الاجتماعية، الحالة الاقتصادية اللي بتمر بها الدولة، لو رأي الناس بتوع التبرعات يدونا رأيهم برضو، الناس اللي هم بتوع الجمعيات اللي يعني بيلموا تبرعات والكلام ده. عشان انا خلاص انا مش عايزة اقول رأيي، انا عايزاكم تقولوا رأيكم. انا يعني بجد يعني مش عايزة اقول عندي حق ولا اوفر، عشان مش عايزة اقول رأيي. انا عايزة رأيكم في الحالة دي. ايه؟ الناس اللي عايزة تتجوز وعايزين مثلا مساعدات، نجيب لهم التلاجة والغسالة والبوتاجاز والكلام ده، ولا هتوصل لمرحلة اير فراير ومعرفش 900 بوصة والكلام ده؟ انا عايزة رأيكم بجد.